يأتي الطالب هنا يدرس في هذا المكان لأنهم يتكلموا في العلماء. إيش من علماء يا رجل؟ إيش من علماء؟ هات لنا من العلماء تكلمنا فيه. الحمد لله ألسنتنا ممسوكة من علمائنا ولا نستطيع أن نقول حرفا فيه. نحن كما قد عرف منا من أحرص الناس بل من أجل الناس لأهل العلم، ونذكرهم كثيرا ونفرح بهم ونثني عليهم، ولا يعلم عنا كلام في أهل العلم. أما نحن تكلمنا عليك وعلى مرعي وعلى البرعي وعلى الإمام وعلى الدماري وعلى المخاذيل من أمثالكم الذين يستحقون التحذير منهم. ربيع هو حامل لواء الفتنة في اليمن، والله ما لهم معنى لولا أنهم وقف معهم وصار ظهرا لهم، ما لهم معنى، لكن سيتحمل أوزار هذه الفتنة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ساء ما تزر يا شيخ ربيع والله، وما تحمل من الأوزار. هذا نتاج الشيخ ربيع 10 سنوات يخبط في الدعوة السلفية في اليمن ويمزق الدعوة تمزيقا بعد تمزيق. مزقها أولا فصلهم عن الشيخ يحيى، ثم مزقها بهاني مرة أخرى أنه فصل هؤلاء عن هؤلاء، كله من جهته. خذيلة أصابته خذيلة هذا الرجل، والله ما نحن فرحون بك، والله كنا نفرح بك نرفع رؤوسنا بك، أما الآن فلا نرفع رؤوسنا بك لما فعلت في الدعوة السلفية من الشق ومن الفتنة التي يعاني منها أهل اليمن المساكين. كم من إنسان ضليته بسبب تلك المقولات وبسبب تلك الآراء وبسبب تلك الأشياء التي لا ترضي الله. كم من إنسان سمعني قولك وذهب عن أهل العلم، فلا هم مع المشايخ في اليمن ولا هم مع أهل السنة في اليمن، ما يدرون كالشاء العائرة، ما يدرون مع من يذهبون المساكين. حيرتم الناس، حرام عليكم والله. والله لولا أن الله من علينا لصرنا مثل هؤلاء المساكين ضحية الشيخ ربيع، صرنا ضحية الشيخ ربيع وضحية محمد بن هادي المدخلي، ضحية البخاري، ضحية عبيد الكذاب. الشيخ عبيد يتلقن ويأخذ كل شيء مسكين، فهو أعمى البصر والبصيرة. والله لولا أن الله نجانا من الشيخ ربيع وفتنة الشيخ ربيع ومن عبيد وفتنة عبيد لرأيتنا مساكين ما ندري وين نتجه، لكن من الله على أهل السنة ونجاهم من فتنة ذين الرجلين. الشيخ ربيع إذا مات على الحال هذه خاتمة سيئة نعتقدها، أسأل الله بهذا الاعتقاد أنه إذا مات على هذا الحال فقد مات على خاتمة سيئة، ونسأل الله له حسن الخاتمة. فرق المسلمين يا أخي في السودان، فرق المسلمين في مصر، فرق المسلمين في اليمن، لأنه يرى أن له كلاما مسموعا، يرى أن له كلاما مسموعا. أيمي ما هو أول مرة يتكلم في شيخنا يحيى، يكرر هذا كثيرا. إي والله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي المقابل يثني على الأردياء الذين قد عرفهم عوام أهل اليمن قلوهم، وهو لا زال ينافح ويدافع. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والموعد الله سنلتقي نحن والسحيمي وغير السحيمي ممن يطعنون في الدعوة السلفية في اليمن وحملة الدعوة السلفية في اليمن. محمد بن هادي المدخلي عرف الحق وجحده ونصر الباطل عن علم. السحيمي من هذا الباب أصلحه الله، وهو أشد من عبد الرزاق، أشد من عبد الرزاق في هذا الباب. يزكي لك هؤلاء المغفلين عندنا في اليمن ويشيد بهم ويثني عليهم، وقد عرفت ارتيابهم وعرف ما هم عليه من الانحراف والله، ويشيد بهم ويعلو كلمة وكأنهم هم الذين يقومون بالدعوة وغيرهم ما له دعوة. والله أن هذا إجحاف ستسأل عنه، إجحاف سيسأل عنه السحيمي. عبد الرزاق يريد أن يقومه، يريد أن يقومهم وهم حزبيون، وقد عرفت حزبيتهم. عباس مناصر لأهل الباطل من الحزبيين، فكل من هو ضد الدعوة عندنا هنا في اليمن، يعني ما من يلي الشيخ يحيى تجده ضدهم في الهند وفي غير الهند.